يعطيكم ألف عافية وأهلا وسهلا فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعوني. بما إنه رجعت الشتوية ورجعت المنخفضات وأول منخفض يمرق علينا، حبيت أستقبله بأكلة ملفوف معتبرة. فاليوم راح أعمل معكم الملفوف من الألف للياء وبطريقة كتير سهلة، ولفه وتقطيعه وسلقه ما بياخده معي ساعة. يلا تابعوا الفيديو للآخر ويلا نبلش. أول شي بجيب الملفوفة وبغسلها مثل ما انتوا شايفين، تمام هيك. وبعدين بالسكينة راح أشيل اللي من فوق، شو بتسموها القمعة ولا شو بتسموها، المهم راس الملفوفة من فوق راح أعملها بشكل دائرة وراح بشيلها بالشكل هاد. وديروا بالكم انتوا عم بتقطعوا، بلاش تتعوروا، يعني بشويش بنشيلها. تمام هيك شلتها. وهلأ بعد ما شلت الدائرة اللي من فوق راس الملفوفة، يعني هلأ بقلبها وراح بقسم الملفوفة بالنص. على فكرة الطريقة هاي كتير 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 سهلة وما بتاخد معكم أي وقت. يعني أنا قبل كنت كيف أشيل ورقة ورقة، تمام، وأسلقها، بس كان الموضوع كتير بياخد معي وقت. فبعدين جربت هاي الطريقة إني بقسم الملفوفة بالنص زي هيك، وبعدين بقسم النص مثل هيك. يعني تقريبا الملفوفة بقسمها 4 أرباع بالشكل هاد. وهلأ بقسم النص التاني نفس الشي هيك، تمام. بعد ما قصيت الملفوفة هلأ راح أسلقها بالمي المغلية. ويلا نيجي نعمل الحشوة. أول شي عندي نص كيلو من الرز المغسول، وراح أضيف عليه وقية لحمة مفرومة، وراح أضيف بصلة مقطعة وحبة بندورة مقطعة، وراح أضيف نص ضمة شبت. الشبت بيعطي طعمة رهيبة لمحشي الملفوف. وهلا راح أضيف 5 أسنان من الثوم المهروس، تمام هيك. نيجي للبهارات. أول شي راح أضيف معلقة من الفلفل الأسود، وهضيف معلقتين من بهار المحاشي،
ونص معلقة من بهار الرز، وبطرف المعلقة راح أضيف قرفة مطحونة، وهلأ راح أضيف الملح. طبعا كمية الملح بيرجع لذوقكم، أنا بحب الملح يكون ظاهر عندي فضفت معلقتين من الملح. وآخر شي راح أضيف مكعب من مرقة الدجاج. بالعادة أنا بستخدم البودرة بس حاليا مش متوفرة عندي، فضفت مربع من مرقة الدجاج. تمام هيك. هلا راح أضيف شي 3 معالق من الزيت النباتي، وممكن نستبدلهم بمعلقة من السمنة، وهقلب كل المكونات سوا ليتجانسوا وياخدوا ويعطوا مع بعض. هيك تمام، صارت الحشوة جاهزة عندي. هلا راح بقطع الملفوف بعد ما سلقته. باخد ورقة ورقة وبقص الجناب الناعمين اللي فيني ألفهم بالشكل هاد. وبالنسبة للضلاع اللي ما فيني ألفهم راح أخليهم لصفهم بأرض الصينية أو بأرض الطنجرة يلي بدي أستخدمها. شايفين كيف الورقات مصفطين تلقائي؟ بنصحكم تجربوها، كتير هينة وبتسهل عليكم الوقت. تمام هيك خلصت الملفوفة كلها، قطعتها وكمان جهزت الحشوة وجهزت الطنجرة اللي بدي أصف فيها الملفوف. حطيت بأرضها الضلاع اللي ما فيني ألفهم، وضفت عليهم معلقة زيت، وضفت توم مهروس ورشة كمون ورشة ملح ورشة فلفل أسود. وهيك حشيت الملفوفات وصفطتهم فيها بالشكل هاد. شايفين ما أحلاهم؟ هلأ راح عليهن على النار أضيف مي، ولو موجود عندي مرق الدجاج كمان بضيفه. برفعهم على النار بياخدوا تقريبا ساعة، ولما بيجهزوا بضيف عليهن نعناع ناشف وعصرة ليمونة وصحة وهنا. إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وإن عجبكم الفيديو لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة، واستنوني فيديو جديد.